السلام عليكم الغزيولات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير وفي احسن الاحوال. المهم قبل ما نكمل لكم التتمه ديال القصه ديالنا بغيت نطلب منكم غير واحد الطلب، واخا عارفكم ما غاديش تردوا في وجهي. بغيت منكم غير ديروا لي اشتراك ودعموني حتى انا، وديروا لي لايك. بغيت على الاقل باش نحقق غير الشروط ديال القناه، حيت مازال ما حققتهاش، باش نبقى نجيب لكم ان شاء الله الجديد، ونجيب لكم قصص زوينه اللي غتعجبكم ان شاء الله باذن الله. تقابل خوها وتعاون نبداو امها في القصه ديالنا. وفي العراسات اللي كتمشي سلمى اتصلت بحميد من الله مرتها. حقها في الزين. الو حميد، كانوا مولين الدوار الو شكون معايا؟ ويشدوا فيها. انا سلمى بنت واحد خالة النهار كانت السعديه. خارجه من الدار تجيب شي شكون سلمى وشكون السعديه؟ شعرها مشعكك، حنا اللي لقيتي خالتي وبنتها مرونينها في ولبسة سنارة الجوتيه مقطعة، وخلصت عليهم 200 مسخين، درهم. وهز واحد العصا وغدا للحانوت. ايوا مادام عيطتي عليا وفاش كانت هي راجعة واحد تاني. للدار داز حداها قالت لي ديس سلمى بالموطور. هاد المره وحله كبيره، الدريس اللي كان المهم هو الا عندك فارس الوقت الأحلام اجي السعدية. واخا. كان كيسكن حداهم قولي لي قدام فين دار نتوما؟ الدار، كيعاون باها في الحرب. قالت لي سلمى السوبر مارشي اللي حدا المحطه. واخا 5 دقائق وانا عندكم. انتي كي دايره؟ المهم جا حميد ولقاهم واقفين كيتسناو. شاد الريزو. السعديه عاوتاني درتيها؟ قال لها لا والو. والله السي الاستاذ ما درت شي حاجه، راه بغيت غير ناخذ ما نلبس وما ناكل وشي موينات. وملي كنت خارجه قالوا لي خلصي، واش هادو عندهم شي عقل؟ السعديه للدار. حميد ضحك. لا انت مولات العقل، ما تديش عليها اخي حميد، راها ناقصه في عقلها شويه. تمشي لشي عرس في الدوار. قال لها حميد لا السعديه هي مولات العقل، غير هي نيه اكثر من القياس وصافي. سلمى جمعات الضحكه وتفقصات اوارانيتها وصلت لنا 1500 دايره درهم. العرس لولدها. قال لهم حميد سمحوا لي واحد الدقيقه غنمشي نخلصها ونجي. مشى حميد خلص ورجع. السعديه بدات كتقول في خاطرها واش غادي واي 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 هاد الاستاذ فين يبان داك دريس. قالت لها السعديه حميد كان واضح عليه اعجابه بالسعديه، واخا ما عندها عقل، وهاد المره حاول يعرفهم براسو. وملي خرجوا من السوبر مارشي اقترح عليهم يشربوا قهوه معاه. سلمى فرحات حيت هذه فرصتها باش تخليه يديها فيها. مشاو لواحد القهوه وملي جلسوا قال لهم شنو تشربوا؟ جاوبته السعديه واش بغيتي نشربوا من غير اتاي؟ الشغل عاد تبعتها. هي تنقز سلمى قالت لها جو دورانج. هي واحد الجلابه محرت قال حميد السعديه غنطلب لك تنتي عصير الليمون واخا خويا الله يعطيك الخير، حيت حالتها حال وانا غناخذ واحد القهوه. طلابه. المهم طلبوا داكشي، وملي بدات السعديه كتشرب العصير قرقرات ودقه وحده. اجي عندي وراه ما حميد بقى خلونيش ندخل تقول فيا الجدال. حيت لقاها بنت فريده من نوعها واخا باقا صغيره. حميد سول السعديه فين ساكنه، جاوبته سلمى علاش كتسولها فين ساكنه؟ راه الدريه غاهبيله ما غتعرف حتى باش تغدات. قالت لها السعديه مالي اختي ما نعرف باش تغديت، ياك امك فاطمه دارت لينا كسكسو. ها صحابي مسطيه. حميد ضحك. شوف اخويا الاستاذ انا ساكنه في دوار الوافي، وجينا انا وامي مالكه نطلعوا على خالتي ونمشيو. قال لها حميد مرحبا كنسمع بي. سلمى بقات غير كدور في عينيها وزادت تعصبات وهي تنطق ما عرفتيناش براسك حميد؟ انا اختي مهندس عندي 26 عام، ساكن مع والديا ولكن عندي داري بوحدي وخدام مع بابا في الشركه ديالو. سلمى تحلوا ليها العينين وسمها بان عليها حيت قرات البلان باللي السعديه بهبالها عاجبه حميد، ولات باغا غير كيفاش دير باش تخلي السعديه تمشي في حالها هي وامها في اقرب وقت، خصوصا ان نمره حميد سجلاتها عندها. المهم بقاو شادين الحديث وفي الاخير وصلهم طوموبيلته ومشى. سلمى دارت عند السعديه وقالت ليها شفتي بحال هاد حميد راه موجودين عندنا هنا في المدينه، كيبغيو فلوسهم يشريو البنات اللي نيه بحالك، عندك تغري ولا تمشي معاه في هبالو، راه واحد بحالو مستحيل يشوف بنت بحالك، انت غيبغي غير يتفلى عليك وصافي.
ليه سحاب لك راسك قالت لها السعديه مالي بنت لك هبيله ولا مسطيه، انا لا بغا نتزوجوا واخا لا ما بغاش غنهز واحد الكمشه ديال الكياس ونفلق ليه داك الراس. بالك هذا سلمى بقات كتضحك وقالت لها هبيله واش حميد غيبغي يتزوج بك انتي؟ خليني ندخل نشطح شويه. قالت لها السعديه ايه ضحكي عليا ضحكي، انا راه عارفه ما شاف فيا حتى داك دريس مول الموطور اللي في دوارنا، بقى غير السي الاستاذ. قالت لها سلمى ايوا شتي ها انتي فهمتي راه فاش كتبغي تخدمي داك الدماغ كتخدميه. يلا ندخلوا بعدا ونكملوا من بعد. المهم ملي دخلوا عاودات سلمى لخالتها اش وقع وناضت ملكه بغات تسلخ السعديه وشدوها. قالت لهم ملكه واك عباد الله اش درتي يا ربي تعطيني مصيبه تعطيني هاد المصيبه، واش انت عندك شي عقل ولا والو؟ واش كاين شي حد كيعطي السلعه بلا فلوس؟ ملي وصل العشاء قالت لها السعديه وامي راه صحاب المدينه شادين معايا الضد في كل شيء، راه كانوا كيفرقوا السلعه غا جيت انا حبسوها. قالت لها ملكه يا رب تصبرني على هاد البنت. المهم دازت سيمانه وهي ترجع ملكه وبنتها السعديه العروبيه. سلمى بقات ديما كتحاول تتصل بحميد ولكن ما كانش كيجاوبها بحال الا عاقبيها، حتى بدات كتفقد الامل. وواحد النهار جاوبها حميد والخبز فين؟ الو. فين هو قالت لي سلمى الو خويا حميد كي درتي مبروك عواشرك، حيت داك الساعه كان داخل شعبان. راني عيان. قال لها حميد لا يخطيك اختي سلمى ياك؟ قالت ليه سلمى مزيان ملي عاقل على سميتي. المهم شوف قال لها عاقل واحد السعديه صافي ما بقاتش كدير الكوارث. سلمى ضحكات قالت ليه شكون عارف هذيك راه ديما هكا الله يصوب وصافي والله يصبر خالتي عليها. والو. قال لها حميد فين ما تمشي معايا ما كايناش شي حاجة حداك؟ كتشوهني وليت غارقه. قالت لي سلمى لا راه مشاو فحالهم من العربيه. قال لها ما عندكش شي نمره نعيط فيها؟ قالت لي سلمى لا ما عنديش، ما بغاتش تعطيه النمره ديال راجل خالتها اصلا هما. قالت لي اصلا هما ما عندهمش مع البورطابل. قال لها واخا اختي شكرا سمحي لي غنقطع حيت جاتني واحد الخدمه مع السلامه. مالك اخويا ما تدبر لي دازت واحد 15 يوم هكاك باش مشاو السعديه وملكه العروبيه. كانت السعديه خارجه تسخر الحانوت كيف ديما الشعر طالع للسما والحاله حاله وهي توقف قدامها طوموبيل حميد. قالت لي السعديه واه السي الاستاذ هذا لاباس. قال لها حميد هادي انتي ما عرفتكش. قالت لي السعديه ايه انا السعديه. قال لها حميد السعديه انتي الداخل ديالك زوين قلاه الناس بحالك صافيين ونيتهم وحده واخا الناس تيشوفوا هذا هبال ولكن انا كنشوفو نقا. قالت لي السعديه واخا ما فهمتكش ولكن راه ما هبيلاش راه هما اللي مسطين. قال لها حميد المهم انا جيت على ودك هنا وواحد الحاجه ما خصكش تهملي راسك حتى لهاد الدرجه ولكن هاد الشيء غنعالجوه من بعد. فين باك؟ قالت لي السعديه راه في الخيمه خليتو توال البهايم. قال لها حميد واخا دليني عندهم. قالت لي السعديه واخا يلا نمشيو. ركبوا في الطوموبيل حميد ومشاو في واحد لابيست توصلوا لدار حميد بقى كيشوف في الواقع اللي ساكنه فيه السعديه. المهم عيطات السعديه على باها وابا تعالى. قال لها بوشعيب اش كاينه ديك المزغوبه؟ شاف حميد سلام سيدي كاين ما نقضيو. قال لي حميد انا حميد جاي من المدينه بغيت نهضر معاك. قال لي بوشعيب ايه زيد مرحبا قبل علينا راه الحاله ضعيفه. قال لي حميد نتوما اللي قبلوا عليا وسمحوا لي على هاد الدخله. جات ملكه قالت لي سي حميد مرحبا. قال لها بوشعيب سيري انت وبنتك وجدوا للراجل كاس اتاي. مشات ملكه والسعديه للكوزينه. ملكه الله يا امي انت يا قلت لك يا الصقعه هبالك غير خرج علينا. قالت لها السعديه اش درت امي؟ قالت لها وانت راه الراجل جا يدي فلوس واللي خلص عليك يا الهبيله. قالت لها السعديه هاويلي يا امي ناري قفرتها با اليوم يقرضني. من
منين غيجيب ليه فلوسو؟ مرحبا بكم. قالت لها ملكه غير سكتي مرحبا وصافي، بكم أخويتي. ديري اتاي انا شحال غنعجن مسمن توحشتك، دغيا. شحال توحشتك. المهم زيدي ملي مرحبا، كملوا كي دايرة وداو بنيتي اتاي السعدية للراجل لاباس؟ لقاوه كيقول لبوشعيب السعدية انا دابا عاودت لك لاباس كلشي أخالتي، عليا، حتى حنا وهذا توحشناك الشيء قلتو لك وتوحشنا باش تقبل طويناتك. تزوجني بنتك، نيت وكان أنا دابا واعدك فيا عمي الجوع خالتي، غنتهلا بغيت فيها ناكل. بحالاش. قالت لهم فاطمة بوشعيب إيه من يا الفرحه بنيتي داخ مرحبا ما عرف جلسوا ما جلسوا. يدير، والسعديه وجات لهم حشمته فاطمة وهربات. ياكلوا. وانتي وديك توقاشي العيشة ديال تزغريتها السعدية ملكه كتاكل فين بواحد نلقى بحالك الهيف السي بحال إلا المهندس؟ عمرها شافت النعمة. وبنات قال لي خالتها حميد لا كيشوفوا يخطيك عمي، ويتعجبوا وفعلا خطبها من عند بواحد باها اللقطة، بوحدو. بداو كيتغامزوا وملي قالها وهما لدارهم يتفرقعوا ما بالضحك بغاوش عليها. ليه وبقاو يغوتوا أمها عليه مليكة ويقولوا بدات ليه كتقرص فيها واخا يكونوا البنات باش تجمع تقطعوا من راسها الدنيا وتاكل كي الناس. تاخذ وحده بحال قالت لها هذه السعدية لا زين لا وامي ثقافه مالك لا نسب قرصتيني، اش يشرف درت؟ لا والو. قالت لها مليكة مسكينة انا قال لهم قرصتك حميد انا اللي والله غنتزوج ماشي نتوما، أكتر ما وانا انتي باغيها مسوخة بنت يا هاد العروبيه البنت. ما خدامه ما والو، المهم كملوا والزين زين الماكلة الفعل. وارتاحوا شوية وهاد البنت من العياد عجباتني حيت الصفار. نيه وحده. والمهم بقى معاهم في دوار كيقنعهم الواد وقالوا كانت كتسكن ليه فيه واحد عم في البنت بحرك سميتها معاها انت السعدية، تعرف. وكانوا كاع ومشاو موالين خطبوها الدوار ليه مسمين عليها ومشاو السعدية الكبيرة، خطبوها ليه. حيت كانت السعديه هاد هبيلة المره لواحد الدرجة كانت كتبان كبيرة. مراه ديال ديك بصح الظرافة ديالها اللي وصلت بالقفطان لدرجة ومصيبه السذاجة الشعر خلات ودايره كلشي يسمع الكحال عليها وشويه الهبيلة. المكياج كانت السعدية بانت ما كتسكن مع بيهاش أمها واخا مامات مليكة، حميد كانت طيبة ما في كانتش العراسات ديال حاملها. الدوار. المهم وباها داز داك بوشعيب النهار كان في وما محل عرضوا عليه قبل حتى الأرض حد بيدو. كان تا عندها خوها العرس. صغير عنده 5 قالوا سنين. عاد نعرضوا على السعدية كان الناس، عندها وملي داروا 17 العقد عام. بداو قرات السادس بداو يوجدوا وخرجات. للعرس، بقى وتماك عرضوا على بخوها الناس وتعاون معاها وعلى في الدار فاطمه وفي وبناتها. العراسات اللي كتمشي وكانت ليهم. صدمه سلمى السعدية كبيره ما ملي عرفت عطاهاش العريس الله هو حق حميد. الزين. وفاش داكشي سمعت علاش السعديه كانوا موالين تزوجات الدوار كيضحكوا عليها وباقي ليها غا العرس ويشدوا فيها. يسحبها شي واحد وواحد من النهار كانت الدوار خارجة من الدار تا جات شي صخرة لباها، صدماتها من هذا شعرها اللي مشعكاك هو حميد. وجهها حالته وما زادت حتى ولبسة كلمه سندالة ودخلت مقطعة لبيتها وبقات وحوايجها تبكي. ما ممسحين فهمتش علاش وهزة واحد ما العصا فهمتش علاش وغدا السعديه لحميد. بالذات اللي وفاش كانت لازين لا راجعة عقل للدار ياخدها واحد كتحدى بحال هدريس حميد. بالموطور. كانت غير سلمى الدريس كبيره اللي كان بزاف هو فارس ولكن ما الأحلام بيها السعدية ما دير كيسكن حداهم صافي ما الناس خدام ما تزوجوا. ربح والحاجه كيعاون الوحيده باها اللي في الحرب قالت كيبريكولي انها ما مع موالين غتحضرش الدوار. للعرس باش ما قال لها تزيدش دريس تفقس وقت العرس. السعدية وانتي كي والسعديه دايرة؟ ما قداها السعدية فرحه ما واخا حالتها متيقاش انها حالة بدات دات كتقاد حميد في شعرها وكاع وهو البنات والو شاد الريزو. والعيالات اللي السي كانوا دريس كيضحكوا بخير؟ على هبالها قال تفقصوا لها حيت لا هبالها والو هو اللي باس يجدب ايوا ليها سلمي حميد. على باك الله المهم داز يعاون. العرس مزيان ما زبلاطهاش في عرسها دوز حيت امها بخير السي بقات دريس. حاضياها ورد ليها البال لا تكحلها. مشات الساعة السعدية كلشي داز للدار مزيان كتنقص ومشات بالفرحة مع ما راجلها قدها بالبكا فرح واخا حيت هكاك ليها ما سخاتش السلام. بالدوار ملي وبمها. دخلت وحتى لقات امها ملكة كتوجد باش واخا تمشي لشي عرس تفكات في ما الدوار. سخاتش بيها قالت وبكات لها على امها فراقها. وهذيك المسخوطة المهم ودي دخلت زوجتي السعديه لباك لدار وخوك راجلها غدا وهي وعجين تحل الخبز راني فمها. غايبة اليوم طوال قالت لي خايب السعديه الدكة ليا واش هذه هي دايرة الدار؟ العرس لولدها. قال لها حميد وفاش حبيبه تسالي الحقيقة هذه هي ليا. دارنا انا وياك قالت لها عجباتك؟ السعدية الا ما وامي راني عجباتكش شي عيانة حاجه باغا غير نبدلوها. نرقد قالت لي عافاك. السعديه ويلي على واش ما غديري تعجبنيش داكشي اللي هذه قلت راها لك قصر ولا غادي ماشي نرد دار؟ لك ظهرك رطب من كرشك بشي هراوة. حميد ضحك قالت لها واخا السعدية لالا مرحبا اويلي بك في يا القصر امي ديالك. واش انا ما المهم قلتش دوزو ليك ديك راه الليله ظهري الاولى طاب بحال ولا كاع رطب من العرسان. كرشي والله العظيم. والصباح جاو دار السعديه ودار هزات حميد مليكة جابوا واحد الفطور. الصندالة وتبعاتها داز النهار وهي هاربة. بخير فرحوا واش الناس غتدخلي للكوزينة ونشطوا ولا لا؟ وبقات قالت السعديه لها السعدية سيمانه صافي دايخه في صافي ديك امي انا الدار داخلة ما غنكمل عرفت باش تبدا. ونوصل عليك. السعديه قالت مشات المهم لا لا ملكة العرس هادشي وهي ماشي بقات بحال تكمل خيبتنا الشغل هادشي عاد قاصح تبعتها. عليا. الحاجة ويلي الوحيدة اللي شافتي في زادت الراديو عليها ديال هي الضو واحد شي الجلابة اجهزه الحرز كان فيها كهربائيه ميتشاف. هادشي شنو هو؟ وفاش وصلت ما لقدام فهمت خيمة والو في الدكة داكشي. ليا ما حلات خلاوهاش الثلاجه حتى تدخل هي ما عرفت حيت اش حالتها داكشي حالة اش داكشي اللي يسحب لهم فيها. غير شي المهم طلابة بقات وهي تبدا دايخه حتى كتغوت. جا حميد من الخدمه لقاها جالسه كتبكي وما ومليكة دارت انتي لا اجي غدا عندي لا وراه ما والو. خلاونيش ندخل وسولها تقول فيا حميد الجدعان السعديه مالك؟ وانتوما خلوني قالت ندخل ليه راني غير شوف بنت حميد طيابة. انا راه عارفه مشات راسي صحاب عروبيه الحسنات وصلوها ومكلخه. الملكة قال لها عاد جات حميد كتجري باش ما تكونش تدخلها. على راسك هكا
هكا. قالت لهم ملكة قالت ليه المسامحة راني دخت والله ما عرفت باش غير نبدا، بنتي انا الهبيلة ما خليوها ولفتش على تدخل. هذا الشيء في دارنا. ملكة قال لها شدت السعدية حميد من شعرها هي ما وقالت درتي لها غدا زعما يا راني ربي لا نقدي بنت كل عندي شيء. وانتي قالت ليه مالك دايرة هاد السعديه الحالة نصبوا على فراسك العواد ما وهنا ما عرفت ما ندير. قال لها حميد واخا لالا اليوم غنجيبوا الغدا من برا وصافي، وحدي. ولكن قالت لها غدا السعدية غنصيفط لك والله واحد يا البنت بنت راني خالتي غادي تعلمك زينة كل من شيء، الخير شهر وغير واحد نقول تولي لك بيه. طياره.
قالت لي السعديه واخا حميد. المهم داكشي اللي كان. جات مروه بنت خالة حميد تجلس معاها شي ايامات وتوريها كل شيء. الساعه السعديه ردات ليها عقلها اللور بهبالها. اول نهار جات فيه مروه كانت مصدومه من السعديه من العرس، وزادت صدمات فاش شافتها كيفاش كتعامل بهمجيه مع اي حاجه، وما فهماتش شنو جذب ولد خالتها بحال هادي، ولكن كانت باغيه تعاونها. مشى حميد لخدمته وخلاها معاها، بدات كتهضر هي وياها. قالت لها مروه السعديه اختي خاصك تعرفي باللي دابا حياتك تبدلات 180 درجه. انت دابا مرا مزوجه وماشي من اي واحد، من السي حميد المهندس. شوفي في جنابك وغتعرفي شنو داير بك. بدات السعديه كتلفت وهي تقول لها دايرين بيا غير مسانده اختي مروه. قالت لها مروه اوف واخا غنديك على قد عقلك. المهم اول درس اللي معاك هو نوريك هاد الاجهزه اللي في الدار لاش كتصلاح وكيفاش كتخدم. قالت لها السعديه شوفي انا راه واخا هكاك راه راسي خفيف، تقولي لي الحاجه مره واحده. المهم بقات مروه كتعلم فيها وتفهمها بلغتها نهار كامل وهي معاها، والحمد لله فهمت شويه وكانت باينه باللي مع الوقت غتفهم مزيان. وملي كملوا من هذا الشيء قالت لها غدا ان شاء الله غنعلمك حوايج اخرين. والسعديه فرحات وقالت لها واخا اختي. المهم من غدا ليه راجعت معها داكشي اللي علماتها ولقاتها شدات شويه واخا هكاك، وتعلمت كيفاش تخدم داكشي وبدات معاها في طريقه اللبس. قالت لها اول حاجه غنخرجوا نتقداو حوايج ليك يجيو معاك، ومن بعد غنوريك كيفاش تهلاي في راسك، وفي الاخير غنعلمك طريقه الهضره والمشيه. المهم مروه بقات مع السعديه مده شهر ونص وهي كتعلم فيها كل شيء، حتى انتقلت من السعديه الهبيله المشعكه البنت كلها انوثه ولباقه، ونقصت بزاف من الهبال اللي كان مغطي لها على انوثتها. السعديه بدات كتستوعب المكانه اللي ولات فيها، وحيت ولات كتبغي راجلها حميد حاولت تبدل على قبله، واخا هكاك ديك السذاجه ديالها ما تبدلاتش حيت هكا خلقها الله، ولكن على الاقل قادات حالتها وحاولت تكون مرأة اللي كيحلم بها. حميد فرح بزاف حيت السعديه تبدلات هكا، وقرر انه يعرض عليها العشاء على برا، ومنها يشوف التغيير الكبير اللي تغيراته. مشاو للمطعم راقي باش يتعشاو. السعديه ارتبكات بزاف حيت ما مولفاش هذا الجو، واول ما جلست بان لها الارتباك ديالها حيت بالقفقافه اللي فيها قلبات كاع الكيسان والطباصل اللي كانوا قدامها، وتماك خرجت ليها شخصيه السعديه بنت العروبيه وبدات كتغوت. قالت لهم السعديه هي ناري امي هي ناري اسمح لي يا خويا كتهضر مع النادل، وبدات كتجمع في الزاج وهما كيقولوا ليها ما كاين باس لا غير جلسي، وهي كتحلف وتعاود لا والو انا اللي هرستهم نجمعهم. حميد طلع له الدم وما شعرش براسو حتى بدا كيغوت. وصافي مالك ما كتسمعيش، خلي الناس يديروا خدمتهم ولا كيسحب لك راسك في الدوار. الناس اللي جالسين في المطعم بداو كيضحكوا كيقولوا داكشي اللي قلنا، هاد الاشكال غيكونوا جايين غير من العروبيه. حميد مرضاش، حط الفلوس وجرها وخرجوا. السعديه اول مره في حياتها تحس بالاحراج وتحس باللي تجرحات. ركبت في الطوموبيل وما نطقات حتى شي كلمه، ولكن دموعها ما تحبسوش. وقالت من الاول كنت عارفه اللي حنا ماشي لبعضياتنا، ولكني قلت ما تعرفي يا الهبيله تكون الدنيا بغات تضحك ليك وهاد الولد الناس يكون قابلك بهبالك، ولكن ما كاين باس. حميد قال لها ما فهمتش علاش كديري ليا هكا، واش انا عدوك؟ انا ما باغي منك والو من غير انك تكوني عايشه مزيان وفي مستوى زوين. عيشة العروبيه نسايها وكوني بحال هاد العيالات اللي كيعرفوا كل شيء، باش فايتينك؟ قالت لي السعديه حميد بغيت نعس
قال لها ها حنا غاديين للدار. غنمشيو انا وياك. السعديه ما بقات نطقات بحتى شي كلمه وسكتات. وفاش وصلوا للدار ما بغات تاكل والو. قالت له تصبح على خير ودخلت الناس. وفي الصباح غير مشى هو للخدمه، جمعت حوايجها ومشات لدارهم. مشات وعينيها كلهم دموع على فراق حبيبها. مشات كلها حسرة على حالها اللي ما بغى يتقاد. مشات وقلبها كله حزن حيت ما قدراتش تكون بحال العيالات. وهبالها ما بغاش يفارقها. غير وصلت للدوار امها فرحات بها، كيسحاب ليها جايه غير تشوفها. بنتها الكبيرة عندها 18 عام. فاش جلسات بقات ساكته. قالت لها ملكه قالت لهم وبنيتي خالتي مالكي جيتو. فين هو حميد؟ السعدية باقي ما جاوباتهاش. قالت لها راه معاك كندوي. جايين في الطريق. قالت لها السعديه جيت غير بوحدي امي. قالت لها جايه تشوفينا وترجعي ولا غتجلسي شويه؟ قالت لها السعديه راجعه لدار با ملكه. قالت لها ياك لاباس بنتي؟ سعديه انفجرات بالبكا. انا عارفه راسي امي ما عندي بوزهر وبقات كتبكي. قالت لها ملكه وانت عاودي لي شنو طرا؟ هذيك المتعوسه باينه واش صبلتيها عاوتاني. عارفه كهبيله وما كتعرفي ديري حتى حاجه مقاده. قالت لها السعديه غير زيدي عليا امي. انا هبيله وهادشي علاش رجعت للدار وهادشي علاش رجعت لدار بويا. داك الراجل غير تعديت عليها امي بهاد الزواج. هو ما هو لي ولا انا ليه. هو خاصو مرا عصريه وزوينه وانا غا عروبيه فين ما مشيت كنشوفو. صافي انا غنطلق. وملي دخل حميد للدار قلب على السعديه تاعيه وما لقاهاش. وهو يلقى واحد الورقه مكتوبه بواحد الخط بزز باش يقدر يقراها حيت السعديه قاريه حتى للسادس. كتكتب شويه كتبتها معكله. كاتبه ليه انا مشيت للدوار، انا بنت العروبيه وما عمرني غنكون بنت المدينه. مهما كان احسن حاجه تطلقني والله يسهل عليك بلي تستاهلك. غير قرا رسالتها وهي تشعل فيه العافيه داخ ما عرف ما يدير. في هاد اللحظات فين كيعرف الانسان واش قادر يستغنى على الطرف الثاني ولا لا. حميد حس براسو دار خطا كبير من اللي جرحها باصلها وبسذاجتها، وحس اكثر باللي بلاصتها ما غتقدر تعمرها حتى وحده. والاهم عرف انه كيبغيها بزاف وما يقدرش يتخلى عليها. داكشي علاش مشى طاير طوموبيلتو باش يتبعها للدوار وهو كيطلب الله باش ما توقع ليها حتى شي حاجه خايبه. السعديه غير كملات هضرتها مع امها ودخلت للبيت فين كانت كتنعس وبدات كتقلب في حوايجها القدام وهي تهز واحد اللبسه كانت كتلبسها كلها مقطعه وكاشفه وهي تلبسها وجمعت شعرها نعسات. واحد شويه جا حميد للدار غير دق خرجوا ليه ملكه وبوشعيب. قالت ليه ملكه سي حميد على سلامتك وليدي. وحوايجهم مسخين. قال لها حميد سلامة خالتي سلامة عمي. قال لي بوشعيب سلامة ولدي زيد دخل. دخلوا بقاو كيتناقشوا. قال لي بوشعيب شوف وليدي طفله ما عندها عقل انت مول العقل ما تديش عليها وليدي. قالت لي الملكه ايه وليدي بنيتي غاهبيله باقا ما عرفاش بحق الزمان مسحها فينا ولدي. قال لي حميد فينا هي؟ قالت لي الملكه غتكون غير متكيه لداخل هانا نوض نوضها. دخلات ملكه للبيت عند السعديه وهي تبدا تندب ويلي وحدي واش باغا تفرقعي لي المراره واش الراجل شراليك قوه الشراوت باش تلبسي هاد الهلاه الباليين. قلت لها السعديه امي هادو هما حوايجي اللي كنت كنلبس وهادو باش غنبقى. ملكه هزت الصنداله بغات ضربها ونوضي تقعدي بدلي لي هاد الشراوت ولبسي حاجه مقاده راه راجلك كاين برا. قالت لها السعديه واخا امي غير خرجي انا غنبدل ونخرج. قالت لها ملكه ايوا تلقي دغيا الراجل كيتسايل. خرجات ملكه والسعديه ما لبست حتى حاجه بقات بدوك الحوايج وشافت راسها في المرايه وقالت هذه هي السعديه اللي بغاني هكا مرحبا واللي بغاني بزواقي يقلب على اللي كتزوق ليه. خرجت عندهم بديك الحاله. ملكه ملي شافتها ما كرهاتش الارض تشق وتصرتها ولكن حميد ما تسوقش بزاف. وهنا نطقات السعديه
ونوصل قالت عليك. ليه حميد علاش تابعني؟ مشات امها قال لها حميد ملكة شتي العرس الهبال وهي بقات هو اللي تتكلم درتي الشغل دابا، عاد واش تبعتها. صافي حنا الحاجة غير نتناقشوا شي الوحيدة اللي نهار زادت عليها وتجمعي هي حوايجك واحد وتزيدي، الجلابة محال راه تقال كاع فيها الناس ما كيتناقشوا ماشي غير وفاش حنا. وصلت قالت لي لقدام السعديه خيمات هادشي اللي البرتقالية ما درت، خلاوهاش هادشي تدخل، اللي درت ماشي هو حيت حالتها الهبال، حالة الهبال يسحب هو لهم اللي غير شي فيا، طلابة الهبال وهي تبدا هو اللي كتغوت. راني نضيع لك مستقبلك وامي هكا معايا، وملكة الهبال انتي اجي هو عندي نشوفك وراه ما محن خلاونيش ندخل باش تقول فيا تبدلني الجدام. وانا قلت عاد ما ما خلوني زايده فيه، ندخل راني انا غير ديما بالطيابة. غنبقى السعديه الهبيله مشاو واخا صحاب ما الحسنة عرفتش وبسطوها شكون الملكة، تجيب ليا يعلمني. عاد جات كتجري السي باش حميد تدخلها. من الاول قالت لهم انت ملكة ماشي ليا المسامحة وانا ماشي المسامحة، ليك، خلينا هادي راه نطلقوا غير بنت بلا الهبيلة مشاكل. خليوها تدخل. وها انت كتشوف واش هادو ملكة شدات حوايج السعدية كتلبسهم من مرا شعرها وقالت بعقلها، ليها انا هذا يا هو توبي ربي على وانت بنت شوف لك عندي شي وحده من وانتي توبك. مالكي دايره هاد انا الحال تعلمت فراسك نهضر شويه ما ولكن ما عمرني كديش تحوي عليك غنتعلم قص ننسى الظلمة كيفاش ما كنتيش كتهضر عقلك السعديه العربيه. تقعدشي قال لي حامل أويلي واخا وحدي. لالا قلت لها وانا السعدية باغي كيف ومالي ما أمي انتي راهي بهبالك وحوايجك زينة المقطعين موخي وما عمر غنتفاكش من معاك تنديك معايا قلت غير لها تهناي. أمها وبقاو كيهضروا وعباد الله وكل واحد زيدي قدامي كيقول لي ضارو، وفي زيدي الاخير قال لها حميد حبولهم سميوني لك السعديه السعدية قدام الهبيلة. والديك غنقول لك بلي دخلت انا ملكة عمرني هي والسعدية ما شفت شي الكوزينة. وحده بحالك وعمرني ملكة غنشوف. بقات منوية انا ورد البال من مع اول بنتها مره ولا شفتك دير ليها شي بغيتك، شوها في هاد العرس. كاع الناس بقات كيشوفوك السعدية بعين غير وانا كدور شفتك في بعين عينيها اخرى، وكل شوية شفت فيك تقول ليها مراتي وام ولادي أمي ان شاء خليني الله نهبط ان شاء للعرس الله. راه كيعجبني شفت الشعبي فيك بغيت غير نشطح شوية. الإخلاص والوفاء اللي بداو قالت لها كينقرضوا، ملكة شفت فيك والله الصفاء وسكتي والنية تنجمعها والصراحة معاك اللي بشي نعادموا دقات في هاد تولي الدنيا. تشطحي حدايا من حرة. قالت لي السعدية قالت لها هي السعدية دابا انا هبالي ولا شتي خايب؟ أمي انتي راكي قال لها واحدة حميد مسمومة هبالك هو اللي مزينك وما الهبيله ديالي. باغيتيش ليا بداو الخير. كيضحكوا شادين في قالت لها بعضهم. ملكة انا اللي ايه مسمومة هالهبيله ولا انتي اللي ديالي ما باغاش نمشيو تجمعي لدارنا راسك بدلي وتكوني عليك مرا. وخلينا راه نمشيو وكان ليلتك وعدك ندوزو ما عمرني ولاد. نخسر راه لك حنا في الخاطر. العربية البنات قالت كيتزوجوا لي على السعديه 12 حتى عام انا لا والله يصحاب لك راسك راكي اللي باقا تبغيها صغيرة. هي اللي تكون، انا قالت لها غنبدل السعدية كل شيء اللي هو خايب أمي راه فيا أنا باغا والله. نتزوج قال لها وندير دار حميد مالي انا ما يعلاش غنعاونك الله. تبدلي، انا قالت لها غنعاونك ملكة تبدلي داكشي الخايب فيك واللي بهبالك خاصو هذا يتبدل صافي. محال اما بنيتي. اي حاجه اخرى عيشي قالت لها كيف ما انتي السعدية باغا ويلي واخا. أمي قالت لي خليني السعديه ندخل نشطح واخا. شوية ما المهم تعرفي مشاو نلقاه لدارهم تما. وفعلا قالت السعديه لها مع ملكة الوقت شكون هو تعلمت بنيتي؟ بزاف د الحوايج قالت لها مهمين وحاولت السعدية تتعلم العريس أمي الخياطه العريس. باش تلاها قالت وتعرفت على لها بزاف د البنات في النادي. اللي بعدا غير وملي ديك تقنات الشعكوكة الخدمه نقدها لك حل عاد يا زيني. حميد محل دهنت خاص ليها بها داك الشعر الخياطه شوية وحسات براسها بدات ومشات كتثبت السعدية ذاتها. كتنقز بالفرحة ورزقهم هي الله دخلت من بعد للعرس وبدا 3 سنين كلشي الزواج الدوار كيضحك بجوج هي وليدات السعدية توأم الهبيلة سموهم السعدية بدر الهبيلة جات وسهيلة وعاشوا والسعدية بسعادة. واخا المسوقاش الأهم تحزمت وبدات السعدية ما كتشطح فارقهاش وكون الهبال، غير كتعرف ولكن تشطح حميد وغير كان مثال كتنقز الشخص وتخربق والناس اللي كيضحكوا كيبغي من فيها. قلبه لأجل الحب ماشي لأجل شكلها الصراحة وهدرتها، شطاتهم كان ببالها. كيبغيها لصفائها ملي وقلبها وصل الكبير. العشاء حكوا ورغم ليها هي الفرق وامها والعيالات الكبير اللي كيعاونوا في اللي العرس. بيناتهم في المستوى تعشاو وسالاو زواجهم نجح خدمتهم الحمد ومشاو لله. في حالهم. وكنتمنى ملي القصه وصلوا ديالنا للدار تكون بدلو عجباتكم عليهم وما وطاحوا تنساوش دودة تدعموني بالعياط باش انا الصباح. نبقى نجيب لكم ان شاء الله وملي وصل قصص الصباح زوينه اللي غتعجبكم ان فقت شاء ملكة الله. كتوجد وتهلاو ليا في الفطور لبوشعيب. راسكم وباي باي عليكم.